السياح بدأ بدري قوي قوي قوي. قبل ما اقول لكم على موضوع السياح النهارده كريستو مع فريق الصفاقس التونسي احرز هدف جميل من تصويبه رائعه من خارج منطقه الجزاء. فلاعبنا المعار للصفاقس التونسي، وكذلك الامر برضك لاعبنا اليو ديانج المعار للخلود السعودي احرز هدف برضك من تصويبه رائعه من خارج منطقه الجزاء. وطبعا هو ده اللي كنا بنتكلم فيه طول الفترة اللي فاتت، بالذات عن كريستو اللي هو مستقبل وجناح كويس، بس اللي حصل حصل وخلينا في الموجود وان شاء الله يبقى خير. ارجع تاني معاكم في موضوع السياح. جماهير الزمالك طبعا من بعد ما خلص لقاء النادي الاهلي بدأوا السياح بدري قوي قوي، مش عارف على ايه، وكلهم بيتكلموا اللي مش عارف هدف جرماهيا مش تسلل، وموضوع غريب وكلام غريب. انا عايز اقول لهم يا ابني انت جروماهيا كسبك 4-2، وهو قبل الماتش كان بيتكلموا عن الموضوع فانت طبعا جات لك النهارده حالة صدمة كبيرة بعد ما اتفرجت على اللقاء، بعد ما كنت نافخ نفسك وفاتح صدرك قوي وفرحان قوي مفكر الصفقات بتاعتك دي هتعمل حاجة في ماتش السوبر. بس طبعا اتصدمت النهارده باللقاء، فطبعا انا عذرك على الصدمة اللي عندك. وجماهير الزمالك برضو مش عارفه حاطه محمد عبد المنعم في دماغها، ولاعيب لسه طبعا جديد في الدوري الفرنسي، وكان في لقاء ليه امبارح وطبعا شغالين عليه بطريقه عجيبه جدا. احنا مش من هواة اللي احنا نتكلم على اي لعيب محترف. اي لعيب محترف بيطلع من الزمالك بنتكلموا عليه كويس زي مصطفى محمد، وطبعا بنساعدوه لان طبعا ده لعيب مصري وطلع يحترف. اما جماهير الزمالك ما تعرفش اي حاجه وما قدامهاش اي حاجه غير اللي هي تحفل على اي حاجه وتتكلم في اي كلام، لان طبعا انتوا عارفين انهم سر نكبته.